بصوا بقى، كانت قدامي صفقه طماطم خطيره. جبت الطماطم دي كلها، جبت 2 كيلو ب 10، وبعد كده جبت 5 كيلو ب5. امم ده باظ اللون ده باظ. مش اعمل لك ايه؟ اهو على النار هيستوي. تعالي. لكده انا هنهي معاكم الفيديو ده، اروح اصلي المغرب بقى واكمل سوره البقره واسمع المسلسلات اللي انا متابعاها واشوف هعمل ايه. اشوفكم على خير فيديو جديد. اوعوا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك للقناه. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي انا اتسوقت كده شوية تسويقات النهاردة، روتين يوم الخميس اللي هو يوم السوق اساسي عندنا. فطبعا اي حد بقى محتاج اي حاجة، ناقص خضار اي حاجة بنروح نجيبها. وقعت بقى قدامي صفقة طماطم، والطماطم اللي في المصفى اللي لونها بامبي دي انا بقول لكم ان انا طلعتها من الطماطم اللي انا جبتها. زي كيلو كيلو ونص كده طماطم جامدة. الطماطم بقى اللي انا جبتها والصفقة اللي وقعت قدامي كانت عبارة عن ايه؟ كانت 2 كيلو طماطم ب5، جبت 4 كيلو ب10. مشيت شوية قدام ولقيت حد بيقول يلا الطماطم بجنيه بقى، والناس اتلمت ولقيت الطماطم حمرا وحلوة. ورحت جبت كمان ب5 جنيه طماطم، فبقى عندي 5 كيلو طماطم. 5 كيلو طماطم ب5 جنيه، والأربعة اللي بعد اللي قبلهم اللي هم ب10 جنيه، فبقى عندي 9 كيلو طماطم. جبت طبعا خضرة، جبت فلفل، كان عندي كده جزر، جبت بن. الحاجات بقى اللي هي كانت ناقصاني جبتها، أساسي جدا البن والقهوة بيظبط دماغنا كده أول ما بنصحى من النوم وناخد كوباية وتدينا طاقة ونشاط. وزي ما بوريكم كده أنا شلت الطماطم اللي هي الجامدة دي في التلاجة، وقمت واخدة بقى الخضرة والحاجات الباقية وشلتها. وكنت طبعا الغدا بتاعي كان هيبقى سمك مشوي، كنت شوياه بره ومظبطاه. ويا دوبك هنعمل شوية رز وهنعمل السلطة بتاعتنا. نجيب بقى الطماطم بتاعتنا ونحضر بقى الحلل ونعملها عشان نشيلها في الفريزر قبل ما تبوظ من الحر وكده. فأنا مثلا عملتها النهاردة. فتاني يوم قمت ضربتها بقى وكده، يعني سبكتها الأول وتاني يوم ضربتها وحطيتها. بعد كده شلتها في الأكياس وعلى طول على الفريزر. سهلوا على نفسكم، الطماطم دي بنحتاجها جدا. وكمان كل سنة وانتم طيبين، داخلين على عيد الأضحى المبارك، وبنحتاج بقى نعمل طبخ وحاجات من دي. فلازم يبقى عندنا طماطم موجودة في البيت متسبكة وجاهزة، يا دوبك نطلع الكيس على الطبخة على طول. ممكن كمان تحطوها في برطمانات أو في علب، أي حاجة، وترصوها كده في الفريزر. مثلا عندك شوية بصل زيادة، افرميه وشيليه. عندك عندك برضو لوبيا، فاصوليا، اي حاجة من دي، بقوليات يعني. البقوليات بتاخديها اللي هي اللوبيا والفاصوليا وكده. عندك حمص مثلا لو بتحبوا الحمص، تقومي جاية نقعاه وتسلقيه وتشيليه في اكياس وتسهلي على نفسك، تطلعي الكيس يا دوبك يفك وتعملي الطبخة بتاعتك. سوري لو سامعين اي صوت، ده صوت الحنفية. المهم، وبعدين بدأت باعمل معاكم الطماطم. أنا قُلت لأ، أنتِ لازم يا شيماء تطلعي دلوقتي تشغّلي الكاميرا بتاعتِك وتصوّري وتشاركي معاهم بما إننا في تنضيفات العيد، بدأتوا تنضيفات العيد والّا لسه؟ أنا عن نفسي كنت ناقلة قريب في الشقة اللي أنا فيها دي من رمضان، فأنا طبعًا كل يوم إيديّا في الشقة. ما تجهدوش نفسكم، أنا الشقة اللي كنت فيها قبل كده كانت كبيرة أوي عليّا، وكانوا شقتين مفتوحين على بعض. كنت يوميًا أجيب الشقة دي كلها أنفّضها وأكنسها وأمسحها كل يوم، كل يوم. كنا في الصيف. ماشي. بعد كده أنا تعبت وبقيت أتعالج من الأعصاب، بقيت أصحى من النوم إيديّا مش قادرة أحرّكها، رجليّا مش قادرة أدوس عليها وتعبت جدًا. وكمان كنت قاعدة في الدور السادس، فالشقة دي أرهقتني جدًا. فبقيت كل يوم أعمل حاجة وأسهّل على نفسي.
اي حاجه مش نضيفه شيليها ونضفيها. عندك بطاطين عايزه تتغسل، اغسلي بطانيه ببطانيه. سجاده ما تتقليش على نفسك وتلمي سجاد البيت كله وتغسليه، ولا تلمي الستاير كلها وتغسليها. واحده واحده وبسطوا الدنيا. يعني انا حاليا انا عندي غساله فول اوتوماتيك، ولسه ما شغلتهاش، اللي هي بتتفتح من فوق. فانا بقالي فتره بغسل على ايديا، حرفيا ايديا برضو بتبقى مفكوكه وتعبانه، فبقيت اقسم الغسيل. ابني مثلا بيغير وبيقلع وانا بغير ومش عارف ايه، اغسل الغسيل كل يوم كل يومين. مش لازم كل يوم، لا طبعا كل يومين كل 3 ايام الم كده شويه غسيل واغسلهم على ايدي. ولو في عندي ملايات او حاجات كبيره فانا بغسلهم عند ماما، والله ماما بتغسلهم لي. ربنا يا رب يديها الصحه والعافيه ويخليها لي. بعد ما حضرت بقى الطماطم وحطيتها على النار كده تتسبك، فقلت لما اعمل لي كده فنجان قهوه يظبط معايا الدنيا، عشان ما شربتش قهوه طول اليوم، ما كانش عندي قهوه خالص. فقلت اعمل كوبايه قهوه واشوف بقى الشغل اللي ورانا. كده كده شغل البيت ما بيخلص، بس لازم كده ناخد وقت لنفسنا نكافئ نفسنا. انتوا مش متخيلين الجو كان فرهضه وحر، وبيبقى ابني في الدرس وكده، ببقى قاعدة بيه ساعتين على ما بيخلص. فيومها نزلت جبت الطماطم، وبعد كده أخدتها وطلعتها وقاعدة في الدور الأخير، ونزلت تاني عشان خاطر كان في الدرس وكده. فيعني الجو صعب جدا، والطلوع والنزول حر رهيب يعني. فالحمد لله قلت بقى أنا هقعد مع نفسي. كنت هقرا سورة البقرة، وكمان يعني أنا بقسمها على أوقات كده، مش دايما يعني بقراها مرة واحدة. وكمان هقعد أسبح شوية، وبعدين أشرب القهوة كده وأدخل بقى على الأكل على طول. بعد كده بقى حضرت بقى عشان أعمل إيه. كنت شاوية سمك. كنت شاوياه برا يعني، ومجهزاه يا دوبك اللي هو هنفتحه بعد الرز كده ناكله على طول. يعني جاهز متبل متملح كل حاجة. وبعدين يعني قلت اسهل الدنيا بقى، يوم سوق وحر وفرهضة ودروس مش هيبقى كمان ان انا اقف في المطبخ وافضل واقفة طول اليوم بحضر غدا وكده. فقلت هعمل رز صيادية، بس للأسف بقى كنت مستعجلة، والولد بصراحة آدم ابني كان جعان جدا. ف يعني قلت ايه اعمله كده في السريع، فما حمرتش قوي البصلاية وعشان ما تتحرقش مني واسهى عليها. فكملت. واسفة جدا انا، تحسوني مش قادرة اتنفس حر مع تعب. طبعا بقالي فترة كده تعبانة بالغدة، يعني ادعولي بالشفاء عشان تعب الغدة ده صعب قوي بجد. تعب الغدة بقى عندي اللي هو بتعمل لي خمول، وهي تقريبا كسلانة. يعني ان شاء الله هعمل التحاليل واشوف هعمل ايه، عشان بصراحة يعني انا مش حابة ان انا اعمل عملية. فادعولي، ولو حد كان مر بتجربة تعب الغدة او كده عرفوني يعني ممكن الدنيا تمشي ازاي، لاني قلقانة قوي وبتتعبني تعب جامد. ممكن ابقى نشيطة وبعمل كل حاجة ورايا، فجأة الاقي نفسي تعبت وجالي خمول وارهاق، وحاسة ان انا مش قادرة اقوم اعمل اي حاجة. فالحمد لله يعني على كل حال، وكل حاجة من عند ربنا خير. خلاص بقى انا كده، طبعا كلنا عارفين رز الصيادية يعني. حطيت عليه بقى المية والملح، ورشيت كده شوية كمون عشان السمك. يعني انا بحب الكمون في اي حاجة عامة، كان حلو ومش باين. وسبته بقى ودخلت اعمل طبق السلطة. قطعت كده بصلاية صغيرة، وقطعت خيار، كان عندي تقريبا نص خيارية، وعليها بقى كمان نص فلفلاية. وبدأت ان انا اقطع السلطة. فالحمد لله كل حاجة بتعدي والله، وربنا يعيننا بجد في الحر ده ووقفة المطبخ. حرفيا انا عندي المطبخ حر جدا، انا في الدور الاخير، والمكان اللي انا فيه ده الشقة مش كبيرة. في نفس الوقت مني كده حاسة ان الشمس قاعدة فوقيا مني الشمس على طول. وبعدين بقى لما بولع البوتاجاز وكده اقل طبخة بحس لا انا مفرهدة، يعني بجد حر رهيب صعب جدا بصراحة. الحمد لله برضو على كل حال. الحمد لله على نعمة البيت، نعمة كل حاجة، نعمة الأكل والشرب، نعمة الصحة والعافية، وإن احنا قادرين إن احنا نقوم حتى نعمل أكل لنفسنا ولولادنا، وناخد بالنا من بيتنا ونظافته وكده الحمد لله. فبدأت بقى أقطع الطماطم وكده. خدوا بالكم عشان أنا من الناس اللي أنا ممكن ما أكونش مركزة قوي مع السكينة، وهو على طول على المستشفى. السكينة دي تقريبا بردت دلوقتي. كنت بعمل سبانخ وقعدت أخرط أخرط أخرط، كنا قبل رمضان، وتقريبا أنا قطعت صبعي معاها. كنا الساعة 2 بالليل ورحت المستشفى.
فالحمد لله عدت على خير. خلاص بقى حضرنا الأكل بتاعنا كده، وكنت بطلع السمك من الورقة بتاعته، وحطيت السلطة كده في طبق، بحط لها ملح كمون وليمون وخل، وشكرا على كده بتبقى سلطة حلوة قوي. وطبعا هحط السمك في طبق، لازم كده ناكل كده بحاجة شيك، طبق حلو. العين بتاكل قبل البق يا جماعة، معروفة يعني. معلش الدوشة بتاعي ده لو انتوا سامعين صوت. ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. المهم كده حضرت كل حاجة، فاضل أغرب بقى الرز، نحط الأكل بتاعنا، وخلاص بقى ناكل ونرتاح شوية وندخل نكمل الهم اللي ورانا. الحمد لله، ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب. دخلنا جري بقى على المواعين، خلاص قعدنا وريحنا ندخل على المواعين، وطول ما مطبخك رايق، المواعين مغسولة، البوتاجاز نضيف، كل حاجة في مكانها، الدنيا كده بتبقى تمام، تحسي براحة نفسية، وتاخدي الشاور بتاعك، تصلي، تقري قرآن، تسمعي المسلسل بتاعك اللي انت عايزاه. طبعا كده كده بنعمل طول اليوم اللي هو هتذاكري بقى لابنك وكده زي ما هو بيقول النمط ده، لو ابنك عنده مذاكرة. طبعا كده كده الازايز كل شوية بنملاها، كل شوية طبق بيتبهدل أو يعني يتوسخ وكده ندخل نغسله، وهكذا، وأوقات بنتعب بنحس ونكسل. بطراوة لما بنغسل حاجة. المهم وبعدين بدأت أغسل كده الأزايز، بدأت أغسل المواعين احنا عشان محتاجين مية نظبط كتير الدنيا بقى ونقعد عشان نريح الحر ونسمع اللي احنا فيه المسلسلات ده يا جدعان. المفضلة بتاعتي على ذي ألوان على طول. هي بتحب الكشم بس الكشم خلصت. بس الحمد لله بجد والله العظيم، يعني الواحد كده لما بيبقى عنده صحة يغسل المواعين، المية، يعني بصوا كل حاجة بجد في حياته. بعد كده بقى قعدت اغسل المواعين كده واشطفها اول باول، وبعدين اخر حبة بقى اللي هو هغسلهم بعد كده اشطفهم على طول. صراحة انا لما ببقى زهقانة او كده وبغسل مواعين بحس ان انا نفسيتي مرتاحة. انا الصراحة بجد يعني من الناس اللي بتحب غسيل المواعين، وما تسألونيش ليه بجد كده، حتى في عز الشتاء والبرد انا بقوم اغسل المواعين. فالحمد لله طبعا، بحسها حاجة كده حلوة بالنسبة لي يعني. في ناس ما بتطيقش اصلا غسيل المواعين، بس طبعا لو احنا تعبانين يعني مش هنيجي على نفسنا، فهنستحمل عادي. بس كده خلصت المواعين، الفيديو يعتبر بقى خلص لحد المواعين. وطبعا في روتينات تانية هسجلها برضو معاكم ان شاء الله وهنزلها. وكل سنة وانتم طيبين بقى بمناسبة العيد الكبير، عيد الأضحى المبارك، كلها كام يوم، بس أنا بقى سجلت الفيديو ده على كام مقطع يعني. فبس كده غسلنا الحوض، ظبطنا الدنيا، كل حاجة كده بقت فلة وبتلمع، والمطبخ كمان نضيف الحمد لله، والبوتاجاز كمان كان نضيف لأني كنت مسحاه أصلا قبل ما أعمل الأكل وكده.